يعني بالتالي يمدد عقده. امام عاشور عشان يمدد عقده لازم الاهلي يرضخ لطلباته. طلبات امام عاشور طلبات كتيره جدا، منها ان دي يكون معلومة. رقم طبعا انه يكون رقم واحد من حيث القيمه الماليه، عقده يكون رقم واحد من حيث القيمه الماليه، ما حدش ياخد اكتر منه، وان عقده الجديد يكون يعني يتضاف في العقد بند ان هو ياخد اعلى واحد، حتى لو جه حد اعلى منه هو ياخد اعلى واحد. انا نفسي الاستاذ عمرو يقول لي في دي بهزر، لان الكلام ده ليه مش موجود بهزر؟ خالص. ليه ما بهزر؟ اقول لحضرتك حاجه يا استاذ عمرو، اولا اللاعب لسه قدامه 3 سنين في عقده، ده تمام. رقم واحد. رقم يعني انت تنكر ان هو مش عايز يمدد عقده؟ رقم 2 الاهلي اللي عايز يمدد له عقده. طب تمام، يعني في يعني تغيير القيمه أيوة الماليه مطروح. انا هقول لك يعني مطروح الكلام ده مش الكلام التمديد ولكن اصلي امال هيمدد ليه لما هو ليه 3 سنين؟ هيمدد ليه؟ ايوه هو الاهلي هيمدد عشان الفلوس. هو الاهلي كده تغيير القيمه الماليه اصلا بيبقى ليه رؤيه مع لعيبته، وبيبدا يشوف الجانب الايجابي لعيبته. طالما اللعيب اللي ماشي معايا كويس وبيكسبني وماشي معايا مظبوط وماشي معايا متالق، طبعا نفس الكلام، ما شاء الله نفس الكلام. فبالتالي ولكن لا انت قلت كلام مختلف. ما هو نفس الكلام. لا انت قلت ان هو طلب يكون، لا انت قلت حاجه خطيره. طب ما انا كلامي واضح. تعالى لي بس. طيب انت قلت حاجه خطيره. ايه هي بقى؟ قلت ان هو طلب ان حتى لو جه لعيبه بعد كده ان هو يبقى اغنى منه. ايوه ده صحيح. كل ما ذكر في بعض، انا قلت كده، كل ما ذكر في بعض الاخبار اللي مكتوبه على امام، انا بقولها اهو على مسؤوليتي الشخصيه، مش مظبوط، لان ما حصلش قاعده علشان امام يقول فيها حاجه، ولا معاه ولا مع وكيله ولا اي حاجه. وقلت لك قبل شهر يناير الاهلي مش هيقعد ويتكلم معايا حد. لسه دلوقتي بتقول الاهلي عايز يجدد له. ايوه عايز، لكن طيب يعني حصلت قعده معنى ان عايز يجدد له ان يقعده، او في كلام يعني. الاهلي اعلن اول السيزون ان هو هيعدل عقده، لكن الجلسه لا في جلسه ولا حصلت ولا هتحصل قبل شهر يناير. قولا واحدا وسجل الكلام ده على عشان انا قلت لك كده الحلقه اللي فاتت. ايوه بس وده القرار، الاهلي واخد قرار بكده. تمام. طيب مفيش حاجه اسمها اصل اتكلمني الاسبوع ده. السلام عليكم. في ظاهره منتشره في الاعلام الرياضي المصري في الفتره الاخيره، او تقدر تقول في الكام سنه الاخيره. الظاهره دي هي اسمها رضا عبد العال، ويبدو ان رضا عبد العال فكره، والفكره لا تموت. القناه الرياضيه لقت ان فكره رضا عبد العال دي بتاكل كتير جدا مع الجمهور وبتجيب مشاهدات كتيره جدا، فابتدت ان هي تستدعي بعض الناس المحسوبين على الاعلام الرياضي، مش هقول اعلاميين، لا، بعض الشخصيات المحسوبه على الاعلام الرياضي، وبدات ان هي تطلب منها تمثل دور رضا عبد العال او تجسد شخصيه رضا عبد العال في كل القنوات. ويبدو ان الفكره بتاكل كتير جدا جدا. من الشخصيات دي اللي بتقوم بتجسيد رضا عبد العال، غير رضا عبد العال الاصلي اللي موجود في قناه البريمو مع اسلام الكاذب، موجود كمان عندنا جمال عبد الحميد دلوقتي واكل جدا وقايم بدور رضا عبد العال قوي جدا. ودلوقتي كمان معانا في قناه اللي هو ملعب اللعيب بتاع مهيب عندنا عمرو الدرديري، كله بيقوم بنفس الدور ونفس الشخصيه، وهي انك تقول كلام هجس وكلام ضلال وكلام في شنك، وبالتالي تكسب مشاهدات وتلم الجمهور عليك. الغريبه بقى ان كل الشخصيات اللي بتقوم بدور رضا عبد العال سواء الاصلي او التقليد كلهم جميعا زملكاويه. الملاحظه دي ملاحظه مهمه جدا جدا. هتلاقي رضا عبد العال معروف بيقول ان انا زملكاوي، وطبعا بسبب ان الاهلي كان استغنى عنه فتره. جمال عبد الحميد اللي بيكذب كذبه بيلف بيها على كل القنوات ويقول ان الزمالك مسك وقف جنبي بعد الاهلي ما رماني. طبعا احنا فندنا كل الاكاذيب دي في فيديو موجود على القناه من ناس زملكاويه نفسهم، منهم الكابتن محمود ابو رجيله اللي قال ان جمال عبد الحميد نفسه هرب من المعسكر عشان يروح يودي لفله اكل لما كانت محبوسه في القضيه. فطبعا كل الكلام ده احنا جبنا ليه فيديو وتماما تبين كذبه تماما. كابتن عمرو الدرديري او معرفش ده صحفي ولا كان، لا انا مش عارف بصراحه مصدر وجود الدرديري ده في الاعلام الرياضي ايه على وجه التحديد، يعني بدايته منين او تكوينه جه منين او مصدره جه منين بالظبط. فالسورس بتاع الدرديري ده اللي خلاه يظهر في الاعلام الرياضي ويتكلم عن القنوات او الفرق الرياضيه ويحلل ادائها ويتوقع نتائج، معرفش بالظبط جه منين، من اي باراشوت هبط علينا معرفش. لكن الحقيقه برضه هو ماده خصبه للهجس والدلع والكلام ده كله. الكلام اللي بيقوله بقى عن موضوع امام عاشور ان هو بيشترط، يا جماعه لازم تاخدوا بالكم منتهى الهجس يجي في منتهى التدليس والضلال. ليه؟
رضا عبد كابتن امام عاشور اصلا باقي له لسه 3 سنين في عقده مع النادي الاهلي. يعني في كل الاحوال اللاعب لما يحب يتشرط ويبقى موقفه قوي جدا جدا بيكون في اخر سنه، تمام، لانه ربما مثلا في السنتين دول مستواه يقل يتصاب. احنا ما بنتكلمش على امام عاشور، انا بتكلم بصفه عامه. فانت هتفاوض على اساس ايه؟ الاهلي من حرصه على ان امام يكون متواجد بيحاول يمدد معاه عقده سنه، ومفيش استعجال او سنتين، يعني احنا بنتكلم في تمديد عقد. وطبيعي انت لو جايب لاعب مثلا بمليون مثلا واللاعب تألق معاك واثبت كفاءه واثبت ان هو اضافه قويه للفريق، طبيعي انت اصلا هتزوده. ده سيستم النادي الاهلي، هتزوده 2 و3 مليون كمان. فكون ان الاهلي هيزود امام عاشور ده الطبيعي، لكن يطلع الاعلام المدلس اللي فيه بعض الهجس يقول لك اصل امام اشترط. طب امام يا جماعه طلع حلف بنفسه ان هو ما اشترطش ولا اتكلم في الكلام ده. هتصدقوا امتى؟ يحلف بالطلاق يعني ان هو، وبعدين مش ده امام اللي انتوا كنتوا بتشتموا عليه لما سابكم؟ وبعدين يا سيدي يشترط والاهلي وافق على طلباته، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ امام عاشور في وجهه نظري انا من اهم لاعبي خط الوسط في افريقيا باكملها، مش هقول لك بقى في الاهلي ولا في الزمالك ولا في مصر. ودي احنا شفنا غياب امام عاشور اثر على اداء النادي الاهلي. واحد يقول لي الاهلي ما بتوقفش على حد. ايوه يا سيدي، بس بتاثر باداء واحد. في 11 لاعب كانوا اساسيين، في لاعب كان اساسي في كل المباريات، بيأدي في كل المباريات وانت بتعتمد عليه في كل المباريات في مركزه، مركز 8 اللي بيلعب فيه امام عاشور. فجأة ما كانش فيه البديل اللي بيلعب بنفس الكفاءة. فجأة امام عاشور اصيب، لازم المركز ده هيختل او اداء الفريق هيختل بيه لحد ما تقدر تجهز بديل ليه وكده. ودي برضه بيبقى خطأ من المدربين، او ممكن يكون البديل مش بنفس الكفاءة، لان طبعا اداء امام عاشور بكل امانة كان سوبر ستار، كان اداء قوي جدا، كان بيدي انطلاقة للفريق، كان بيسحب الفريق، كان بيدي دفعة هجومية، كان بيدي روح لوسط الملعب. فجأة لقينا امام عاشور بعد الاصابة في اول مباراة في مباريات كاس العالم للأندية، طبعا تأثر اداء النادي الاهلي. والاهلي في الوقت ده كان شاري لعيبة كتير جدا جداد ولسه ما انسجموش مع الفريق، ومدير الفني الفريق جديد برضه، عشان كده اختل اداء النادي الاهلي في مباريات كاس العالم، ولا زال في الدوري لم يصل للاداء اللي احنا عايزينه. لكن طبعا لما تحب تصطاد في الميه العكر بتشتغل شغل رضا عبد العال، تاخد بقى شخصيه الدرديري، تاخد شخصيه جمال عبد الحميد، تاخد شخصيه احمد سليمان اللي انا جبت لكم ليه فيه من شويه. المهم كل نفس الشخصيات تلاقيها كلها زملكاويه، لكن السورس بتاع وجودها في الاعلام الرياضي مجهول الهويه. ومش عايز اقول كلمه مجهوله تانية عشان ما تتحسبش عليا، لكن في كل الاحوال هو ده الاعلام الرياضي الموجود حاليا دلوقتي، يشبه بالظبط منقوع البراطيش.